السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخي. حياك الله. الشيخ وسيم الله يرضاك. نعم. الشيخ نحن أبناؤك من بلاد تنزانيا في دول إفريقيا، معنا بعض أسئلة يا شيخ. والله يا أخي صعب علي الآن ما أقدر. وإيش الأسئلة؟ خلي هناك مشايخ موجودين في اليمن، خذوهم، شيخ إمام وشيخ عبد الرحمن العدني الله يبارك فيه. نعم. جزاك الله الشيخ خيرا يا شيخ. لكن أنا أخاف أنك تسأل أسئلة، تسأل أسئلة ليس في سالة إخواننا أهل اليمن، ولذلك يسألهم هم بنفسهم الله يبارك فيه. جزاك الله خيرا يا شيخ. لكن هذه الأسئلة يعني تتعلق بتلك الدولة البعيدة الإفريقية يا شيخ. هناك ناس يحتاجون بعض التوجيهات منكم يا شيخ. ايش السؤال مثلا؟ مثلا هناك واحد من مشايخ من يعني من الطلبة المستفيدين ممن تخرج من جامعة إسلامية يحذر من الدراسة في دار الحديث بالفيوش، ويسمي الدارسين فيها بعد الفتنة الحاصلة بالمفتونين، وحصل بذلك الفتنة الكبيرة في البلاد والتقاطع والتهاجر. فيريدون الإخوة الإرشاد من العلماء، هل هذا صحيح؟ وهل ما هو الموقف الصحيح من هذا الأخ؟ طيب لماذا يمنعون؟ ما هو السبب؟ قل لي أنا إن شاء الله أجاوب. أيوة. السبب يقول حصل التحذير من بعض العلماء من المملكة العربية السعودية من مركز الفيوش، السبب هذا. وأنا على كل حال إذا سألتني نصيحة فإن شاء الله ولو حصل من بعض مشايخنا حفظهم الله تهذير، لكن والله نقول أنتم خسرانين إذا تركتم الدراسة عندهم بعدما وصلتم هناك، وهم الحمد لله ما غيروا دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم. هل وجدت أنت أنهم غيروا شيء؟ لا، أنا لأجل أنه وافق على التوقيع أو شيء، لا ينبغي أن يكون هذا إن شاء الله سببا لهجرهم. لو كان هناك مشايخ كثيرين نقول يتكلمون فيهم، لو كانوا وقعوا في مثل ما وقع إخواننا أهل اليمن لكفروا يمكن. وبذلك نقول إن شاء الله أنتم أثبتوا على من توليه، والذين يحذرون من البلاد هداهم الله تبارك وتعالى أنهم ينصرونكم يخرجونكم من هناك بعدما دخلتم، ولا تجدون دراسة في غير هذا. لو كنتم جيتم في المملكة وقال أحد أخرجوا، ما كنا نقول كذلك، لا نقول أخرجوا من هناك، وأنتم تثبتوا ودرسوا وتعرفون أنهم الحمد لله على التوحيد الخالص وعلى بعض التوريات وكذا حصلت منهم للاستطاعة بقية تقاتل من هؤلاء. فهذا إن شاء الله لا يخرجهم من السلفية الخالصة ولا ممن يستفاد منهم من السلفيين. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. فكونوا أنتم هناك وادرسوا، وأنا أدعو الإخوان الذين في بلادكم ويتكلمون فيهم نرجو منهم أن يسكتوا عن مثل هذه، وكل واحد يستفيد من الذين يعني إن شاء الله يعطونا دروس التوحيد ودروس الحديث، ولم يختلف عليهم شيء مطلقا، وأنتم مجربين تعرفون وترون أمامكم، لا يمكن أن تقول أنهم غيروا. والله يهدي هؤلاء الإخوان. في سؤال بس بحرف واحد، هل يصلح يقال لمن بقي في الفيوش أنه ضد مواقف العلماء الكبار؟ ماذا قالوا؟ قالوا أننا ضد مواقف العلماء الكبار لأننا بقينا في الفيوش بعد هذا التحذير. لستم أنتم ضد علمائكم، علماء الكبار إن شاء الله. أنتم تعرفون مصلحتكم وتنظرون إليهم، ولستم إن شاء الله لو سئل هؤلاء المشايخ